المملكة المتحدة فرضت قانون على كل السمارت ديفايسز انها حتى تكون محققة شروط الامان العادية. هقول لك عن شوية سايبر اتاكس حصلت في بريطانيا اجبرتهم ياخدوا قرار زي ده. حصل اكتر من 400 الف حالة احتيال وسوء استخدام للاجهزة. متوسط تكلفة الهجوم على اي شركة بيكون حوالي 3230 جنيه استرليني. ده غير ان من اول السنة حصل اكتر من 7 مليون و700 الف سايبر اتاك، وده كله في اول 4 شهور من السنة. ايه بقى تفاصيل القانون الجديد؟ وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا وضحت ان القانون الجديد لحماية المستهلكين من الاختراق والهجمات الالكترونية هيكون قيد التنفيذ، وده معناه ان المصنعين بتوع اي جهاز الكتروني بقوا مجبرين انهم يحطوا قانون يحمي اليوزرز بتوعهم من الهاك، وكمان لازم يطلبوا من اليوزرز بتوعهم انهم يغيروا اي باسوردز معروفه زي ادمن او من 1 ل6. الشركات اللي بتبيع اي جهاز الكتروني لازم تكون موضحه وسائل للتواصل معاها بحيث اليوزرز يقدروا يبلغوا لهم اي باجز او ثغرات يوصلوا لها. الشركات كذلك لازم تكون واضحه في السكيورتي ابديتس بتاعها بحيث ان اليوزرز يبقوا فاهمينها وقادرين يامنوا نفسهم من اي اختراق. انا شايف ان القانون ده هيكون مريح لليوزرز جدا، بحيث انهم يكون عندهم معرفة ان حتى الشركات اللي بتقدم لهم الخدمات دي محققة اقل وسائل الامان ليهم، وبتخليهم يحموا اجهزتهم وبياناتهم الشخصية وصورهم وحساباتهم البنكية وكل ما يملكوه. وهو ده اللي بتعمله المملكة المتحدة عشان تقدر تخلي فيه امان في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه.